إن كانت هناك رسائل وجب تمريرها للأهلي لربما العودة أقوى في الموسم المقبل، ما هي كابتن؟ يعني ما فيش، انا بصراحه انا متوقع السيناريو اللي حصل ده امين، لان اللي بنشوفه على مدار الموسم كان بيقول ان في زلزال هيحصل. اداء سيء، نتائج الاهلي في بطوله افريقيا اول مره النادي الاهلي يتاهل ب4 تعادلات يا امين من الدور المجموعات من 6 مباريات. اداء هزيل في خلال المباريات في بطوله الدوري، استقبلنا في خلال 18 مباراه او 16 مباراه تقريبا استقبلنا اكتر من 15 هدف، ودي مهزله. احنا كنا بنخلص بطوله الدوري ب4-5 اهداف اللي بنستقبلهم طول الموسم، ومباريات اكتر من كده بكتير. فيعني بصراحه خروج ممكن يكون في صالح الفريق. انا ما اتمناش ان النادي الاهلي يخرج من اي بطوله، ولكن الخروج ده ممكن في بعض اللحظات يبقى لصالح الفريق لاعاده الامور مره ثانيه لنصابها. ولكن تيشيرت الاهلي غالي وعزيز علينا، ونتمنى للعيبه تبقى يعني ترجع لصوابها وتحط دماغها تاني على الارض وتتواضع وتعرف قيمه التيشيرت اللي هي لابساه، لان ناس كتير يعني مستنيه منهم الكتير اللي ما بتشوفوش. بصراحه روح سلبيه جدا على النادي الاهلي. اتمنى ان الاداره وكلهم موجودين بتوع كوره، وكابتن خطيب والكابتن سيد والاستاذ ياسين منصور وكل الناس المسؤوله عن الكوره هتتدخل باسرع وقت، وانا متاكد ان الخروج ده ان شاء الله هيبقى في صالح النادي الاهلي الموسم اللي جاي والفتره اللي جايه. تحدثنا كثيرا عن نقص راس الحربه او النجاعه في تسجيل الاهداف. هل الهجوم هو الورش الأول؟ لأنه حتى الدفاع أرقام غريبة جدا، في 42 مباراة في جميع المسابقات استقبل الأهلي 44 هدف. أرقام كبيرة تأكد الضعف اللي موجود في الفريق. النادي الأهلي فيه أماكن فيها لعيبة كتير وأماكن تانية ما فيهاش لعيبة. مش ممكن النادي الأهلي في خلال السنين اللي فاتت يا أمين ما عندوش غير محمد هاني ظهير أيمن. مش ممكن النادي الأهلي بعظمته بقوته بسيطرته على الكرة الأفريقية ما عندوش إدارة اختيار لاعبين كمهاجمين ويعمل زي الأندية الكبيرة في أوروبا يحط قائمة فيها 4-5 لاعبين، لو ما جبتش ده هجيب ده، لو ما جبتش ده، وما استناش لآخر لحظة. علامات استفهام كتيرة جدا في النادي الأهلي. اما تيجي إدارة السكاوتنج اللاعبين دي هي برضو بتحدد لما تيجي تمشي لاعب انت الفريق هيتأثر ولا لا. في لعيبة مشيت في النادي وتأثر الفريق بشكل كبير جدا، فدي كلها اخطاء هيتم ان شاء الله تداركها الفتره اللي جايه. اهلا بكم من جديد. الترجي يقلب المعادله ويضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز من الملعب المالي وماميلودي سان داونز. الترجي مشاهدينا يحقق انتصار مثير ب3 أهداف مقابل 2 في شوط ثاني ناري، مكن النادي التونسي من تحقيق الانتصار على أرض الأهلي لأول مرة في تاريخ المواجهات بين الناديين. حصلت لاعبي النادي الأهلي بعد هذه المباراة المثيرة التي يمكن أن نقول إن الأهلي أضاع فيها الانتصار في الشوط الأول بعد سلسلة من الهجمات، لكن الترجي تغير وقلب المباراة رأسا على عقب في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف. هارد لك كابتن وائل، مبروك كابتن سامي، شوط ثاني مجنون. مبروك الترجي، أكيد شوط ثاني ممتاز من الترجي، خصوصا خروجهم وضغطهم على لاعبي الأهلي اللي أدى إلى ارتكاب العديد من الأخطاء على مستوى تمريرات، على مستوى التمركز زاد كذلك. استغلوا دانو معناتها بتسجيل الهدف الأول. لما تسجل الهدف الأول معناتها رجعت المعنويات كبيرة للترجي، وشفنا معناتها فريق الأهلي كان تمس نفسيا، وهذا معناتها اعطاه شوط ثاني معناتها اسبقيه وافضليه للترجي. سنتحدث عن تفاصيله وعن الاسباب التي حدثت وغيرت في نتيجه هذه المباراه رغم ان الارقام لا تعكس نتيجتها. فاصل مشاهدينا ونواصل. يمكن ان نعتبره يوم حزين لكره القدم المصريه، اولا بخروج الهلال او الاهلي بطبيعه الحال في هذه المباراه، وقبله المصري البورسعيدي الذي توقفت مسيرته أمام شباب بلوزداد بعد أن انتهت المباراة بتعادل السلبي، وقبلهما الجيش الملكي أقصى كذلك بيراميدز حامل اللقب. يوم حزين كابتن
لكرة القدم المصرية. قبل اي حاجه امين، مبروك للنادي الترجي فوزه على الاهلي ذهابا وعوده، وكتب تاريخ جديد بفضل مجموعه اللاعبين اللي موجودين دول. ولكن احنا المباراه اللي فاتت كان الاستوديو اللي فات مباراه الترجي في تونس، انا عددت كام سبب يعني ايه اللي وصل النادي الاهلي لكده. منظومه كامله من الاخطاء اداريه وفنيه ولاعبين يتحملها اداره النادي ويتحملها المدرب ويتحملها اللاعبين. كل واحد فيهم ليه دور مهم جدا جدا في اللي احنا وصلنا له. انا مش قادر اصدق الاختلاف بين الشوط الاول وبين الشوط الثاني يا امين. الاختلاف اللي موجود هو يأكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كله على جودة اللاعبين، جودة المدرب، والأخطاء الإدارية في التعاقد مع لاعبين. بعيدا عن الأخطاء الإدارية كابتن، شاهدنا في الشوط الأول 5-6 فرص سانحة للتسجيل، لو تم تسجيلها لكان الكلام مغاير. ايوه، ما هو المهاجم اللي بيسجل من انصاف الفرص غالي. عشان كده يا امين انت بيجي لك 10 فرص في المباراه، بلاش 30، 10 فرص بتجيب كام جول؟ كل ما بتسجل اعلى كل ما قيمتك وسعرك بيزيد. احنا ضيعنا فرص كتير الشوط الاول. الشوط الثاني المدرب دوره ايه بقى؟ في ان هو يحافظ على تفوقك. كابتن سامي قال مدرب الترجي رفع خط الدفاع بتاعه وقدمه بعض الشيء وضغط على دفاع الاهلي. انا كمدرب النادي الاهلي واقف بتفرج على فرقتي، ما فكرش اغير غير بعد الجول ما يدخل فيا. انت دورك ايه؟ هو ده الخطأ الخاص بالمدرب. دوره سيء جدا جدا في إدارة المباراة. مين أنا ببقى متفوق وراكب الفريق الثاني وأعرف أستغل أدواتي، أعرف إمتى الفريق يبقى تعبان، إمتى الفريق أنزل لعيبة تجدد وتساعد النشاط الفريق، أستخدمهم. ده الدور اللاعبين. أنا مش مصدق رد الفعل عند اللعيبة والخذلان اللي حصل الشوط الثاني وتحول. ولكن أما تشوف مستوى اللاعبين دول على مدار الموسم، لا هو ده الحالة الطبيعية بتاعتهم. فخروج يليق بيهم ويليق بالمرحله اللي النادي فيها. وفي بعض الاحيان الخروج بيكون كويس عشان ترتب الوضع من اول وجديد. انما هتكسب وهتعدي، جمهورك هيعاني وهتتألم وهتخسر بطولات تانية. فانا اشوف انه يعني خروج يليق بالمنظومه ويليق بالفريق ويليق بالاداره اللي لابد ان هي تصلح الوضع اللي هي حطت النادي فيه. إذن مشاهدينا، نعود إلى تحليل هذه المباراة الكبيرة بين الأهلي وترجي. كابتن، هل تعتقد أنه حتى التغييرات التي قام بها المدرب غيرت نسبيا من مستوى الفريق، جعلته يبادر هجوميا وهذا كان مطلوب؟ هو بعد الهدف الأول معناتها المدرب أعطاه أكثر على المستوى وسط الميدان اللي كان فيه خلل. حسب رأيي أعطاه أكثر جانب بدني بدخول معناتها ينساس تقريبا السادسة والخمسين. أول تغيير هو كان ينساس معناتها للجانب نتاع الاستحواذ والتحكم في الكرة. أنا حسب رأيي معناتها لما دخل ينساس ولو أنه ما ظهرش كثير، لكن الترجي ولا يلعب الكرات على الأرض ويلعب معناتها الكرات في الرجلين. بوعاليا ساس الثلاثي هذايا مع دانو كانوا هما وراء الهدف الأول. بعد الهدف المدرب شاف اللي كونه الخلل على مستوى وسط الميدان، قام بإقحام وسط ميدان ثاني ولا يلعب كأنه يلعب 4-4-2 بخروج بوعاليا ولا 4-4-2، ولا يستغل في الأخطاء اللي يرتكبها معناتها فريق الأهلي، وكذلك استحوذ أكثر على الكرة. شفنا الجانب البدني بتاع الترجي كان أفضل بكثير من الجانب البدني بتاع فريق الأهلي. شفنا معناتها الترجي في الأمتار الأخيرة يضغط في الشوط الثاني، معناتها ضغط على الأهلي، ما خلاش معناتها الأهلي يلعب الكرة القدم اللي يحب يلعبها واللي لعبها في الشوط الأول. الحاجة الثانية أنا بالنسبة لي اللي مهمة دايما في كرة القدم هو لما تمتلك حارس كما بشير معناتها في الشوط الأول فسخ 3 أجوال وتكتسب معناتها حسب رأيي رأس حربة كما داناو. هذوما معناتها عاملين مهمين في كرة القدم الأهلي. اليوم شفنا حسب رأيي معناتها في عدم تواجد رأس حربة الأهلي ما ينجمش يتقدم، في عدم وجود منظومة دفاعية. أنا حكيت على المنظومة الدفاعية متاع الأهلي، أكيد اللي كونه أنت لما ما تسجلش وتبدأ عندك منظومة دفاعية هشة بإمكان الخصم باش يجيب فيك أجوال.
على عكس الترجي معناتها شفناه اللي كون الحارس كان متألق في الشوط الأول. في الشوط الثاني حتى على مستوى الدفاع حتى على مستوى وسط الميدان الترجي كان أفضل بكثير على مستوى استحواذ، خلق الفرص وخرج وسجل 3 أهداف. ليس بالسهل باش تسجل في الأهلي في القاهرة معناتها 3 أهداف، وهذا يرجع أول انتصار في القاهرة، يرجع لشخصية الفريق وكذلك معناتها عندهم شخصية وما رجعوش للمناطق نتاعهم حتى كي سجلوا الهدف ضغطوا القدام وزادوا لوجوا على الكو لوجوا على الهدف الثاني ولوجوا على الهدف الثالث وتمكنوا معناتها حسب رأيي بالمجهود. من تختار أحسن لاعب في الترجي في هذه المباراة؟ أنا بشير جد فيها كابتن. كل شكر لعمر فهمي. العيد عيدان عند الترجي وجماهيره بعد هذا الانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي. نعود مشاهدينا إلى الأهداف التي سجلها الترجي في هذه المباراة، باعتبار أنه معنا مدافعين محوريين في الاستوديو. كابتن، بعيدا عن تسيير وعن الانتدابات الفاشلة، أهم اللاعبين في الأهلي هم اللي ارتكبوا أخطاء أدت إلى الأهداف. الهدف الأول من بن شرقي، تمريرة خاطئة وتم استغلالها على النحو المطلوب وسجل منها الهدف. وأطلب من الشباب فقط لقطات الأهداف، خصوصا الهدف الأول، وهذه هي اللقطة. تموقع المدافعين كابتن، يعني هو التمركز بتاعهم كان طبيعي، ولكن يحسب لمهاجمي الترجي بصراحة التمرير بسرعة أمين، وخاصة اللاعب أبو عليا تمريرته أول تمريرة ما مسكش الكورة، لو مسك الكورة كانت اللعبة دي ماتت، فهو تعامل معها بشكل ذكي جدا. هنا دانهو لعب الكورة، ودي اللمسة الأولى دي هي سر الجول، ثم التسديدة لأن شوبير ما شافش الكورة، كورة كان في قدامه مدافعين والكرة شاطت بزاوية فما شافهاش، فالمدافعين كان رد فعلهم يعني مع الكورة ومع البطء اللي موجود طبيعي جدا، ما كانش فيه تأخير. انما هنا دي نقطة قوة من قوة الترجي اللي اتكلمنا عليها دايما، الكرات الثابتة هم مميزين جدا فيها، ولكن وقفة لاعبي الاهلي سيئة جدا. هنا برضو المتابعة الكورة كان متأخرة جدا من محمد هاني هنا. انما واضح ان الشوط الثاني كله امين انهيار كامل لمنظومة النادي الاهلي، مش المدافعين بس، انهيار كامل، تعامل ممتاز وفيها توفيق كبير جدا من الجلاسي مدافع الترجي اللي لعبها بدماغه صعبة في مكان صعب جدا. انما انا اللوم كله على اللاعبين كلهم مش على المدافعين بس، يعني تراجع كبير جدا بدني داخل ارض الملعب، عدم يعني ابسط حاجه انت دور كوره واستحوذ على الكوره والعب بشكل، انما اخطاء في التمرير، عدم القيام بالواجب الدفاعي. نعم. كل دي مشاكل كانت موجوده، ولكن مش موجوده النهارده بس، هي مشكله موجوده طول الموسم، يعني من بدايه الموسم تاكد المستوى المزري للاعبين في خلال الموسم ده. إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم لقطات أثمرتا عن تسجيل الترجي لهدفين، بينما كان الهدف الثاني من ركلة الجزاء. كابتن، تحدث عن شخصية الفريق رغم أنه سجل فيه هدف تعادل يعني في مجموع المباراتين في الدقيقة 10، رغم شوط أول محتشم اختفى فيه الترجي بشكل كبير، تقريبا فرصة واحدة لم ترتقي إلى مستوى الخطورة، لكن الشوط الثاني شاهدنا فريق ثاني بشجاعة أكبر وبنجاعة كذلك تهديفية. اكيد اللي صار بين شوطين معناتها في حجرات الملابس اكيد معناتها اعطى ثقه اكثر للاعبين، واللاعبين حسب رايي معناتها قاموا بمباراه شوط ثاني معناتها خصوصا شوط ثاني بطولي معناتها، وحسوا اللي كونه اوكي في بعض الفترات معناتها تقوى عليهم في الشوط الاول فريق الاهلي المصري، لكن حسوا على المستوى الجانب البدني مازال عندهم وبامكانهم باش يرجعوا في المباراه وامنوا بانفسهم معناتها، وهذا اللي خلاهم يخرجوا من مناطقهم ويضغطوا، وحسوا اللي كونه الضعف يكمن معناتها في الثلث الاخير نتاع فريق الاهلي معناتها وسط الميدان. اوكي معناتها ديانغ ومروان عطيه لاعبين ممتازين، لكن التالي الاربع مدافعين معناتها بامكان
الترجي، وانا حتى في المباراه الاولى حكيت اللي كونوا بامكان الترجي معناتها تسجيل امام مدافعين كما هكا، وشفنا دانو في الشوط الثاني معناتها تفوق على محور الدفاع وامكن للترجي على المستوى الكرات الثابته زاد كذلك. ما تنجمش انت تخلي لاعب كما حمزه الزلاصي معناتها من الهدافين المعروفين ولا توغاي، هذوما لاعبين ممتازين على مستوى الكره الثابته، تخليهم بدون رقابه. الهدف ضربة الجزاء، أنا حسب رأيي ضربة جزاء معناتها كانت مستحقة صحيح للإتقاء. ديما نرجع لكونه معناتها بشير كذلك راس الحربة معناتها كانوا مهمين وحاسمين في الأوقات الحرجة، هزوا الترجي. وهنا معناتها تظهر الجودة متاع الثلاثي اللي موجودين قدام معناتها كما قال كابتن وائل معناتها بوعالية لو سوى كونترول الكرة خلاص انتهت. صحيح. وساس معناتها ما خمم باش يعاود يرجعها الكرة معناتها داو كان هدف ممتاز، هدف جماعي، ضغط مميز. وهنا طلب الكرة زاد كذلك تمريرة ممتازة من ساس، طلب الكرة من تقا. شوفوا تقا وسط ميدان معناتها في التوقيت هذا وين موجود، وتغلب بدنيا حتى على المدافع معناتها تمكن من احراز ضربة الجزاء. نعم. هدف جميل للترجي، أربك حسابات الأهلي الذي كان متفوقا في كل شيء في النتيجة بطبيعة الحال بعد تسجيله الهدف الدقيقة 10، وكذلك على مستوى الاستحواذ، وخلق مجموعة كبيرة من الفرص لم يتم استغلالها على النحو المطلوب، بل بالأحرى عرف تألق كبير لبشير بن سعيد الذي يمكن اعتباره واحد من نجوم هذا اللقاء. كل شكر لحسين بوصالح. كابتن سامي، كلمة عن باتريس بومل، ونعلم جميعا أن الترجي عانى في الآونة الأخيرة من الاستقرار الفني وكثرة المدربين. لعب شوط أول بأسلوب، شوط ثاني بأسلوب ثاني ربما كان مفروض. هل من السهل أنه يكون بصمة لمدرب في وقت قصير؟ وماذا عن المواجهة المرتقبة؟ غالبا سيكون ماميلودي سان داونز، والمدرب هو كاردوزو مدرب الترجي السابق. هو الأكيد اللي يكونوا المدرب معناتها عطاه ثقة في اللاعبين ومرر رسائل معناتها إيجابية، وحتى كذلك طريقة تعامله في المباريات الأخيرة معناتها كانت من الأسباب لتألق الترجي في الفترة هذه. جاء في فترة سيئة، جاء في فترة معناتها متاع شك للمجموعة كاملة، معناتها العديد من اللاعبين اللي ما زالوا ما لعبوش، ثم العديد من اللاعبين على المستوى البدني كانوا بعاد. المجموعة إصابات، عودة من الإصابات لعدد من اللاعبين، مجموعة معناتها كانت مشتتة نوعا ما. كل مرة معناتها كل مباراة يزيد ياخذ أكثر ثقة ويمرر الثقة للاعبين، وثقة مهمة في كرة القدم. اليوم شفنا الترجي معناتها الشوط الثاني الثقة والشخصية بتاع الفريق هي اللي خلت الفريق يفوز ويسجل 3 أهداف، وأمنوا بأنفسهم معناتها حسب رأيي، وتمكنوا معناتها باش يهزموا هزيمة قوية معناتها ومذلة للأهلي معناتها على أرضه ب3 أهداف. معناتها ليس من الفرق اللي أول مرة تحدث اللي بإمكان أي فريق في أفريقيا باش يفوز على الأهلي في عقر داره ب3 أهداف، يجي فيه 3 أهداف معناتها. بالنسبة للمباراة أكيد اللي الطريق مازال طويل، لكن ترجي حسب رأيي خرج من السباق متاع اللقب واحد من ابرز صحيح الانديه اللي حتى معنويا تعطيه دفع، مرشحه معناتها دائما الأهلي معناتها من الانديه المرشحه للبطوله هذه. لما تقدر انت بامكانك باش تخرج فريق في حجم الأهلي في افريقيا، انا بالنسبه لي الباقي الكل ملعوب اسهل والباقي الكل معناتها في متناول الترجي. كل الشكر لك كابتن سامي طرابلسي، شكرا معنا. كابتن وائل شكرا جزيلا لك. شكرا امين، شكرا، مبروك للترجي. شكرا لكما ولكم مشاهدينا على حسن المتابعه. هذه تحياتي وتحيه طاقم العمل، الى اللقاء.